أهلا بيكي. لو لاحظتي إن الشعر اللي بيقع منك وانتي بتستحمي أو بتسرحي شعرك بقى زيادة جدا، وبقى فيه فراغات كتير في فروة راسك، وإن شعرك بقى متقصف والشعراية بتتكسر على طول، أو لو شعرك اتبهدل من كتر الصبغة والبيبيليس والحرارة، ولما بتربطي شعرك ديل الحصان بيبقى خفيف جدا وسمكه رفيع قوي، وبتدوري على حاجة تعالجه وترجعه تاني زي الأول بشكل صحي، وجربتي وصفات ومنتجات كتير ومفيش أي نتيجة عجباكي ولا بتكمل لمدة طويلة، يبقى ممكن تلاقي الحل مع فيشي دينسي سوليوشن. ده لأن فيه مادة الريسفيراترول، ودي مادة طبيعية مستخلصة من نبات ياباني، وعشان كده فيشي دينسي سوليوشن لطيف جدا على فروة الراس، وهيكون مناسب جدا ليكي لو فروة راسك حساسة. وكمان في مادة الستيموكسيدين اللي بتزود سمك الشعراية وبتساعد على إنبات شعر جديد، وده اللي هيخليكي تحسي بالفرق في شعرك بعد أسبوعين بس من الاستخدام، وده لو استخدمتي معاه شامبو بلسم فيشي واللي هتكلم عنهم في الفيديوهات الجاية، وهتلاحظي إن كثافة شعرك زادت وإنه كمان بقى أكتر قوة ومفيش أي تكثيف في الشعراية أو تقصف. بس بقى النتيجة الكاملة هتبان بعد 6 أسابيع من الاستخدام، وهتلاقي إن الفراغات اللي فوق راسك قلت بشكل كبير جدا. وطريقة استخدامه هي إنك بتقسمي شعرك ل4 أجزاء، وفي كل فرق هترشي 5 بخات على فروة راسك، وبأطراف صوابعك هتدلكي فروة راسك لمدة دقيقة لحد ما فروة راسك تتشرب. وطرف العلبة معمول بطريقة إنك لما ترشي يوصل لحد فروة راسك، وبكده تضمني إن مفيش أي رشة هتضيع منك، وبتستخدميه مرة واحدة في اليوم، وحجمه 100 مللي. ولو عجبك الفيديو ده واستفدتي منه اعملي لايك، لان ده بيساعد ان الفيديو ينتشر ويوصل لغيرك وهم كمان يستفادوا معاكي.